لطالما كانت عبادة الحيوانات أمر منتشر جدا في العصور المختلفة، وهي فكرة غريبة بطبيعتها، لكنها ما جتش كده من الفراغ. وده لأن الحيوانات اللي بيعبدوها ديت بيكون ليها مميزات خلت الناس اللي عقولهم مريضة توصل لمرحلة عبادة الحيوانات دي. وفي الفيديو ده هنتكلم على مجموعة من الحيوانات اللي بيتم عبادتها وتقديسها كمان في مختلف الحضارات والشعوب، وإيه السر كمان اللي خلاهم يعبدوها. وأول حيوان معانا هو الفار. وعلى عكس الفار عندنا لما بنشوفه مثلا بنضربه بالشبشب، لكن بيتم عبادة الفار عند الهندوس. ومين اللي يصدق إن حيوان زي ده بيتم عبادته؟ لكن الهندوسيين ليهم رأي تاني. المهم إنهم بيشوفوا إن الكائنات ديت إلهية والعياذ بالله. وفي واحدة من المناطق بمدينة راجستان بيتم تقديس الفئران وبيقدموا ليها الأكل وبيرعوها. ومن الأدلة على الكلام ده معبد اسمه كارن ماتا، واللي بيحتوي على 20,000 فار. والغريب إنهم بيجيبوا الفئران ديت من أماكن قذرة زي أماكن إلقاء النفايات وكده، وبيخلوها كمان تعيش حياة حلوة ما يمتلكهاش بعض الناس. والأغرب إنه بيتم معاقبة أي حد بيدوس على الفئران دي سواء بقصد أو بغير قصد، والعقاب بيكون السجن لسنوات. تخيل كده إنك تدخل السجن بتهمة إنك دوست على فار، لأن قانونيا بيعتبر إنك كده انتهكت العقيدة وإنك ما احترمتش قواعد البلد. وطالما اتكلمنا على الفار ندخل بقى على القط. وهتلاقي في بعض الرسومات الفرعونية صور وحتى تماثيل لقط، وكان عنده مكانة كبيرة وسط المجتمع الفرعوني وعبدوه بسبب خصائصه اللي مفيش زيها، زي مثلا انه مرتبط بالآلهة باستيت. وكمان بعض القطط ليها علامة على حرف ام على دماغها، وان هي علامة الجعران المقدس عند الفراعنة. ولاحظ الفراعنة قدرة القطط على مكافحة القوارض زي الفار اللي اتكلمنا عنه من شوية، وعشان كده ضافوله رمز النعمة والاتزان. يعني العقيدتين اللي قلناهم دلوقتي لو شافوا كرتون توم جيري كانوا انتحروا. كمان القط ده لو مات كان بيتم دفنه مع صاحبه، وكمان كان بيتم معاقبة أي حد بيأذي القط بعقوبة الإعدام. وكمان لما بيموت القط بيحلق صاحبه حواجبه، وده دليل على حزنه. رسالتي بقى للفراعنة إنكم عملتم حضارة وأهرامات وكل حاجة ودي فوق راسنا، لكن موضوع القط ده وسعت منكم شوية. نخش بقى على الأفعى. والزحف الخطير ده بيتم عبادته عند الهندوس برضه، وإن هو مرتبط بالآلهة شيفا، وإن هي بتتجسد على شكل أفعى. وبيتعمل مهرجان بيتم فيه تقديم الأكل والقرابين للأفاعي. ومش بس الهنود اللي بيعبدوها، ده حتى الفراعنة كانوا بيعبدوها مع القط برضه، وخصوصا الكبرى واللي هي أضخم الأفاعي وأطولها واللي هي أكثرها ذكاء كمان. وحتى لو بصيت على التماثيل الفرعونية هتلاقي فوق كل راس تمثال نقش وتجسيد للكبرى الملكية، واللي اعتبروها رمز لحراسة التماثيل دي. ندخل بقى الرقم 3 وهو النمر. وبيتم عبادته في بعض المناطق لأسباب غير مفهومة، وخصوصا في البلاد الآسيوية. فمثلا في الصين كان بيرمز للأرض فتمت عبادته، وكمان عشان بيستخدموا جلده وعظمه في الطب التقليدي الصيني. وحتى سكان مدينة فيتنام برضه بيعبدوا النمور. الحيوان الأخير معانا هو لا مؤاخذة الكلب. وللأسف اتعبد الكلب ده عند الفراعنة برضه لارتباطه بالآلهة أنوبيس، ولأنه وافي ومطيع لأصحابه، وكمان لأنه بيحرس البيوت. أما عند الهندوس فالكلب ده بيرتبط بالإله زوال. وفي يوم 14 نوفمبر من كل عام بتحتفل الهند بالكلاب وبيقدموا لها الرعاية وبيهتموا بيها. وفي الآخر طبعا أقول لكم إن الهدف من الفيديو ده الثقافة العامة، وإن احنا نقول الحمد لله على نعمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. ومتنساش لو عجبك الفيديو إنك تدعمني بلايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تصلي على النبي. وبس كده، سلام.